بالنسبة لكارت كوادرو ار تي اكس 5000 نازل 4 فئات. اقل فئة 600 ميجا هرتز بيس كلوك، واعلى نسخة 1350. هل لو غيرت بايس الكارت الاعلى سرعة اخد اداء اعلى، ولا ده مربوط بوط الكارت نفسه؟ بص، هو السؤال بتاعك غريب. اول حاجة انا لازم اعرف انت هنا بتتكلم عن نسخ اللابتوب ولا نسخ البي سي. دي اول حاجة. تاني حاجة، سواء اللابتوب او البي سي، كارت الكوادرو الار تي اكس 5000 نازل نسخة واحدة بس في كل الاجهزة. مفيش 4 نسخ ولا حتى نسختين، هي نسخة واحدة بس اللي موجودة، سواء كانت للبي سي اللي اسمها كوادرو ار تي اكس 5000، او في اللابتوب بيبقى اسمها كوادرو ار تي اكس 5000 موبايل. دي النسخ بتاعه اللابتوب. السرعات بتاعه اللابتوب بتكون هي سرعه واحده 1350 ميجا هرتز، والجهاز جايب لك ان الكلوك سبيد بتاعه الكارت شغاله مثلا على 600 ميجا هرتز. فده معناه ان اللعبه او البرنامج اللي انت مشغله مش مستهلك اكتر من كده، او مش محتاج يخلي الكارت يعلى لاداء اعلى من كده. لكن هو الطبيعي بتاعه 1350، ده الطبيعي بتاع الكارت ده، او الطبيعي بتاعه النسخه دي، لان هو بينزل منه نسخه واحده بس. حتى لو دخلت على موقع زي تيك باور اب هتلاقي ان هي نسخه واحده بس اللي موجوده عليه. انت ممكن تكون قصدك نسخه تانية منه اللي هي الار تي اكس اي 5000. وانا قلت قبل كده ان الار تي اكس ال 5000 حاجه، او عيله الار تي اكس بس حاجه، والار تي اكس عيله الاي حاجه تانية خالص. عيله الاي دي بتنزل في الجيل ال 11 فيما فوق، انما ال 5000 بس ده بيكون في الجيل التاسع والعاشر. طب هل الار تي اكس الاي 5000 اعلى من ال 5000؟ اعلى، والبيس كلوك اعلى، وكل حاجه تعتبر فيه بتكون اعلى من ال 5000 العادي.